السلام عليكم. كيف ما شفتوا البارح المقابلة ديال المنتخب المغربي 1-0. فنفس الريتم، نفس الخطة اللي كيلعب بها الخصم، مثل الماتش ديال البحرين. تقريبا غادي يكونوا أغلبية الماتشات في كأس إفريقيا بهذا الشكل هذا. ولكن صراحة هذه الخطة يعني كان اخترعها الركراكي في أيام قطر. هو اللي كان كيلعب دفاعي، ومن بعد كيدير الهجمات. لكن حنا دابا اصبح عندنا مشكل في هاد القضيه هادي. ولكن الركراكي صراحه ما عنده ما يدير. صراحه الركراكي يعني يجيب أسود خصهم يديروا لنا الحلول. فالركراكي ماشي هو الحل، وانما الأسود اللي خصهم يكونوا بحال هذا الشكل هذا. مثلا انا صراحه تيبان لي بحال هاد الماتشات خص يكون جياش، لان جياش كيمتاز بالقذافات من البعيد، انه كيتوغل، الا شاف الحارس خارج انه قد يحط عليه في الجول في ال90 مثلا. بحال لامين يامال. عندك لامين وزياش عندهم تقريبا نفس الستيل ديال اللعب، انهم كيديروا واحد الضغط، وكيديروا صانع العاب لابال ليه كيقذف كما دار بن صغير. ولكن صراحة زياش معروف بهاد القذافات، وكيدير حلول. عندك بوفال حتى هو صراحة بحال هاد الماتشات هادو كيحاول يخلق لك يعني تيخلق ثغرات في الدفاع ديال الخصم. أناهي وسط، كيف ما حاليا وسط بحال ما كاينش. اللاعب العناوي صراحة إنسان يحترم. دار واحد القذفة، ولكن ما كيظهرش بزاف مع كيف ما نقولوا أناهي نحيلة صراحة. كيتوغل، كيخلق حتى هو ثغرات. فهاد الثلاثة هادو يا ريت مثلا انه يتعاد النظر فيهم: زياش، بوفال، أناهي. فصراحة محتاج ليهم في هاد اللحظة. بالنسبة لدياز والجلجولي، يعني ما تعطيوش هذاك الشيء. كيعطيوش ما كيدخلوش بزاف المهم تيديروا اللي عليهم، ولكن هذا لا يكفي. بالخصوص دياز صراحة خصو يتوغل أكثر، خصو يدخل أكثر، لأن إلا ما دخلش هو شكون غيدخل؟ فهنا تنلقاو حلول إما بالرأس إما المدافع. تصور مثلا إلا ضربوك إلا كان بحال ماكايا وضربت بيت ولا جوج في مثلا في هجمة مضادة، هما دايرين أنهم كيدافعوا، ناضو داروا عليك هجمة مضادة، ضربوك بجوج بيوتا في الدقيقة 80، كي غدير؟ فهنا خاص حلول ديال اللعابة وليس المدرب. كيف ما بن صغير كما قلت لكم، فدار واحد جوج تيرات شكلوا شوية خطر، ولكن خاص استمرارية في القذف من بعيد. التوغل، يعني كما تنقولوا السليت، انك دياز، الزلجولي، بن صغير، خصهم كاع يلعبوا لعب انفرادي، يعني يرجعوا لنا داك اللعب الانفرادي اللي تيدير بوفال وأناحي وزياش. نتمنى لان راه القضيه غتكون شويه كما تنقولوا حنا قضيه حامضه. يعني الا كان بحال مكايا ان فراه عندنا مشكل كبير، انهم الا ما دخلوش يلعبوا وبقاو غيولي يلعبوا الا كان شي مدرب ذكي غيولي يلعب لك على الهجمه المضاده، وهنا قد يشكل لنا خطر وتكون كارثه والله يحفظ. فهمتوني؟ فبالتالي نتمناو ان الركراكي يعطينا واحد يحك ليا الدراري، لان راه باغين اهداف باش نطمئنوا. مهم الغلب، ان تبقى ديما راه تنغلبوا، ولكن الفرجه والدراري ما كيعطيوش هذاك الشيء اللي خاصو يتعطى، كيف ما كنعطي أناهي وزياش وبوفال. وحظ موفق. مهم حظ موفق. السلام عليكم.